ألف كنظن حيت كتبت 8 ولكن الصوت عنده مشكل. كاينة سميرة جاية بغا تطلع، تفضلي. اهلا مروان. واش اختي سميرة صافا لاباس عليك؟ كلشي مزيان؟ زين، اش اخبارك؟ شوف، انا معليش معايا الناس وحنا شويه سهرانين. سمعتي انا طالعه غنوضح واحد المساله بالنسبه للباطماويات. انا غنفسر لكم واحد القضيه. موقفي من باطمه الى شفتوا كاع جميع مداخلاتي، سواء مع الصحافه ولا في اي لقاءات ولا في عبر صفحتي، انا ما عمري ما سبيت باطمه، ما عمري ما سبيت دنيا، وهو مروان يشهد وكاع الناس يشهدوا. انا كان عندي موقف من دنيا على الحساب حمزه مومبيلي. من بعد انا شوفوا، انا كل قوه وكل جرأه انني نقولها، ولو انه هذا الشيء اللي طالعه تنقول دابا اعي جيدا انني غنتعرض لواحد الهجوم اللي ما غاديش تخيلوه وانتم عارفين، اوكي. ولكن انا لا اخشى في قول الحق لومة لائم، ما على باليش بهم. اكتشفت بان دوك الناس اللي كيدعيوا انهم كيدافعوا ضد عصابه حمزه مومبيلي هم اشد كفرا واجراما من العصابه ذات نفسها، اوكي. الى انا اليوم غنعتذر لدنيا، غنعتذر لها، غنقول لها لكل فعل رد فعل. كيف ما سبق لي واحد الخطره قلت بانه كل انسان فينا عنده واحد الشيطان صغير، كاين اللي كيقدر يتغلب عليه، كاين اللي ما كيقدرش. اليوم تاكدت بان دنيا حتى لا جاوبت الناس وسباتهم وعايراتهم ودارت عليهم فيكاطونطات وهجماتهم، كانوا هما السبب في انهم يخليوها هي ترتكب دوك الافعال، فانهم هما يخليوها تهاجمهم بديك الطريقه. انا تنهضر بكل حياديه ولا اخشى الهجوم، وما على باليش اللي بغا يقولوا واللي بغاو يحطوا يهضروا على بنتي ويقولوا اللي بغاو يقولوا. ربما كنت فاهمه واحد القضيه قانونيا، كنت فاهمها غلط، انه كنت دائما انه تنقول بانه لا هي صاحبه الحساب. من بعد فهمت حيثيات القانون بانها برئت من حساب حمزه مومبيلي. لذلك انا املك الجرأه اليوم قدام هذا اللايف، واللايف غير تسجل انني تنقدم اعتذار للفنانه دنيا باطمه، كنقدم لها اعتذار، كنقول لها داكشي اللي حسيتي به ودرتي بسبب داك الهجوم انا اليوم تنعيشو تنحس به من الناس. بداو كيوزعوا صكوك الغفران من الناس، نصبوا رواحهم هما قضاة وما هادو وتيدافعوا على حساب هما تيقوموا بافعال اجراميه اكثر من داك اللي كان تيقوم بها داك الحساب. فانا اليوم جو سوي فياغ، اللي عجبو الحال مرحبا، اللي ما عجبوش الحال يزدح راسو في الحيط. انا اعتذر من الباطماويات، وانا ما عمري ما سبيت دنيا وقلت عليها مثلا انت عايره ولا قلت الفقمه. والحمد لله انا ما مشيت عند الفرقه الوطنيه، حققوا معايا وقلبوا تليفوناتي وما لقاو عندي حتى شي حاجه انني انا مثلا كنحرض على باطمه ولا تنحرض. انا نهار كنت كنطلع تنهضر على دنيا، تنهضر بوجهي ياك اخاي مروان، كنهضر بوجهي وتنهضر بلقاءات وتنقول باطمه كذا وكذا. يعني ما كانش عندي واحد التخوف كيف ما هما كيديروا حسابات وهميه وكيحرضوا دوك القنوات والتنمر. انا شفت انا واحد الوقيته اخاي مروان بديت كنشوف انه كنجبد السكرينات اللي كان كيحط عليه حساب حمزه مومبيلي، لقيتهم اشد قسوه من داكشي اللي كيديروه هما دابا، قسوه من داكشي اللي كيديروه هما دابا. حساب حمزه مومبيلي كتب عليا بوستات وحط تصاور، داكشي اللي كيديروا فيه هما دابا اكثر من داكشي اللي تحط عليا في حساب حمزه مومبيلي، اكثر يعني افعال كيجرمها القانون وكيحرمها الشرع. يعني جلست مع نفسي وانا نقول حتى لو هاد باطمه مثلا كانت هي حمزه مومبيلي وهي اللي دارت الحساب، راه من حقها. شوف ناس نصبوا رواحهم وكلاء وقضاة استغفرت الله العظيم ما بغيتش نكفر بالله، بداو كيوزعوا سوق الغفران وتحت مسمى انهم كيدافعوا ضد الظلم، وهما كيرتكبوا ظلم اشد من داكشي اللي كان تيدار في حساب حمزه مومبيلي. حساب حمزه مومبيلي حط عليا بعض الامور ومن بعد نساوني. من بعد انا طلعت كنواجه، لقيت هاد الناس هادو خداو ملف حمزه مومبيلي تجاره للادسنس، تجاره للفلوس. وخير دليل اخي مروان انت غتأيدني الراي انه نهار تسالى الملف كيفو ما بقاو القوم يقولوا ولاو كيخيطوا تيلزقوا. اذا توصلت بواحد القناعه غير مع نفسي، والاعتراف بالخطا فضيله. هذه حاجه ما غتنقصش مني، وانا عارفه دابا غيطلعوا يقولوا باعت الماتش وخوات خافت ولا ما خافتش. تكملي. شوفي ما كاينش واحد القضيه غير حنا عندنا واحد القضيه ديال ربما كيشوفوا بعض الناس ان الاعتذار ضعف، وراه العكس. لا والله العلي العظيم. شوف
اقسم لك بالله مروان انت كتعرف شخصيتي جيدا، والله العلي العظيم ما ضعف، والله العلي العظيم ما غنتراجع، والله العلي العظيم ما غنحبس ذاك البرنامج، واقسم بالله الا غنبقى واحد لهم حلقه في الشوك، لانه اقسم بك بالله العلي العظيم الا انا مرارا وتكرارا مع نفسي قبل حتى من هذا البرنامج هذا كنت كنقول انه او كيفاش هاد السيده هذه لربما هي نفسها شويه ضعيفه ما قدرتش تقاوم، فبالتالي بادلاتهم الهجوم بنفسه، فهمتي؟ فكما قلت لك كما نرجع لنفس النقطه اللي هي كل انسان عنده واحد الشيطان يقدر يتغلب عليه ما يقدرش يتغلب عليه، ربما هي دنيا ما قدرش تغلب عليه فعاملاتهم بالمثل، فهمتي؟ اما هما اشد كفرا، وانا اليوم كل جرأه نقولها اقسم بالله العلي العظيم انكم مجرمين اشد جرما من ملف حمزه مومبيبي، انتم كلاب اشد من الكلاب اللي كانوا في حمزه مومبيبي، اقسم بالله العلي العظيم. خير دليل على ذلك نعطيك واحد القضيه مروان، ولا كلكم انكم نتوما شفتوها، انه نهار يعني القاضي حكم يعني تقالت الاحكام وصافي الملف سالا ما سكتوش، بقاو زايدين تيهضروا، بقاو تيختاروا الافلام، وبقاو تيختاروا لحقه دنيا شرات القضاء. خير نعطيك واحد الدليل بسيط جدا، هاد الدنيا لو كانت تشري القضاء علاش ما تشريش القضاء انه اختها ما تدخلش الحبس؟ كاينه ولا لا؟ بغيت نوريك واحد القضيه، بغيت نوريك نعطيك غير شويه من داك الشيء اللي داروا ليا. تخيلي معايا دابا هاد الناس هادو انا راه ما تنشتم ما والو، راك شفتيني فاش كنناقش باحترام. شوفي دابا هذا كونت تصويت ولدي، هازين شوف ولد عنده 3 سنين بعيد عليهم عاطيهم الثقه، شو دايرين كونت سميت ولدي، كيمشيو يقلبوا على الناس اللي من العائله ديالي وتيحلوا بهم كونت دي كونت تيهددوني، زعما غادي تقول غادي تحبس من هذا الموضوع هذا ولا غادي نزيدو نبداو كنشرو نبداو كنشوفوا واش هذا الشيء دخلت على الله. انت كنتي في هذيك الوقت ديال حمزه مومبيبي، واش هذا الشيء كان كيوقع؟ لا ما كانش كيوقع. شوف ما كانش كيوقع. شوف انا شوف لربما انا في بعض الامور كنكون عقلانيه بزاف. علاش؟ كنبقى كنجلس تنفكر وتنربط الخيوط مع بعضها. تنقول مثلا اوكي نعطيك كمثال، وانا اليوم قلتها له في الحلقه. انت استبحتي عرض الباطمويات، قلتي عليهم عاهرات وقلتي على دنيا باطمه عاهره، وانت ماشي طرف في القضيه. اوكي انت ماشي طرف في القضيه، انت غير مجرد يوتيوبرز ركبتي على الموجه وطلعتي على الدنيا على القضيه. في الوقت اللي كنا حنا كضحايا وكنا حنا في الملف وكنا من حقيقه انا كمشتكيه كنت درت شكايه، ما ندخلوش في الحيثيات تقبلات وما تقبلاتش. انا اللي ما كملتش ديك الشكايه باش نقولها لكم، هذه اول مره كنقولها وكنعترف بها، لانني اكتشفت شي حوايج، لقيت راسي بانني مع واحد المجموعه يدعون الفضيله وكيدعوا بانهم كيحاربوا حساب حمزه مومبيبي، وهما كيقوموا بافعال اجراميه اشد خطوره من ملف حمزه مومبيبي. وخير دليل على ذلك اسمح لي، وخير دليل 26 ثانيه غنعاود نطلع ونكملوا. صافي غير كملي دابا تيتقطع وغنعاود نطلع. وي مروان غير كملي، غادي بقات 14 ثانيه. وهما اشد كفرا من هذاك الحساب. اذا علاش انا غادي ندخل في واحد المهاترات وغندخل في واحد